ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة احنا في رحلة بحرية في مرسى مطروح. رحلة اليخت اللي ما ينفعش تروح مطروح وتفوتها. تعالوا اوريكم حجزنا ازاي. اول حاجة رحنا كنا ماشيين على الكورنيش كده، لقيت شركة مكاني للسياحة. الشركة دي ممكن تحجز من خلالها حاجات كتير قوي، زي اليخت والسفاري، والشباب بتاعتها محترمة جدا، والتعامل بتاعهم ذوق وبيفهمك كل حاجة. وفعلا طلع عندهم مصداقية في كل كلمة. قلت له احنا 9، قال لي يلا بينا. عمل لي خصم حلو قوي، اخدت الفرد ب55 جنيه على يخت دورين 3 ساعات. بس بجد الموضوع فعلا كان منظم. يلا بينا بقى نروح اليخت ونشوف الموضوع عامل ازاي. وصلنا مرسى اليخوت، وكان اليخت بتاعنا اسمه يخت عمر. هو اليخت بتاعنا كان دورين، بس كان العدد اللي عليه كان كويس جدا، وكان منظم قوي، والشباب كانت عاملة دورها 100% عشان كل الناس اللي موجودة تستمتع. والميزة عندهم ان هما مش بيحجزوا غير لأسر بس. وبدأنا بقى نتحرك باليخت. كنت مفكر نفسي بقى انا اللي هسوق. قال لي لا لا لا، انت تاخد صورتين وتنزل، ويلا بينا نتحرك. طلعنا من مرسى اليخوت، وكنت مبسوط قوي لان احنا تقريبا اول يخت طلعنا. زي ما انتم شايفين كده اليخوت كلها لسه واقفة. وبدأنا بقى نتحرك. بجد عدينا على شواطئ كتير، عدينا على شاطئ كليوباترا وشاطئ الغرام. ودي بقى اليخوت اللي كانت متحركة معانا حوالينا اهي. بصوا منظر الشواطئ عامل ازاي وانت جوه المية. بصوا لون المية المعدنية عامل ازاي. ورحت بقى بدأت بقى اخد قررنا نعمل فوتو سيشن. طبعا ضيع علينا وقت كبير قوي، بس بجد طلعنا شوية صور هتشوفوها الفترة الجاية. متنسوش تعملوا لي لايك وفولو وسبسكرايب. اكتبوا لي في الكومنتات لو حد طلع قبل كده مرسى مطروح او طلع على يخت، قولوا لي اتبسطتوا هناك ولا لأ. ولو في حد طالع الفترة الجاية يكتب لي، هكتب له شوية تفاصيل كده يخلي باله منها وهيبقى مبسوط قوي. طبعا نسيت اوريكم ان احنا وقفنا حوالي ساعة ونص في المية او اكتر كمان، عشان كان الناس اللي كانت عايزة تستمتع بالمية تنزل. في ناس كتير جدا نزلت واتبسطت. انا بصراحة يعني توجهت اكتر ان انا اخد فوتو سيشن. كان في حد اسمه احمد، بجد كان شاطر جدا جدا جدا، وطلع لنا شوية صور تحفة. اتصورنا معاه مثلا حوالي 50 صورة، انا والعيلة كلها. بجد من الحاجات المميزة قوي في مرسى مطروح. رحلة اليخت دي هتعجبكم قوي. ما ينفعش تروحوا مطروح غير وتطلعوا رحلة اليخت. وانصحكم مع شركة ماكيني. باي باي.